السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. بما ان الموسم الدراسي رجع من جديد، اليوم غادي نقدم لكم هاد لي كاب كيك او لا ميني كيك او لا مادلين. كل واحد شنو كيقول لهم، كيجيو رائعين واقتصاديين وكاع الوليدات غادي يحماقوا عليهم. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كاس ديال السكر سنيده ما يكونش عامر بزاف، راه مخلي تقريبا واحد الربيع. كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب، بامكانكم تستبدلوا بياغورت ويكون بدرجه حراره المطبخ. 3 البيضات. عندي هاد الكويقات ديال الكاب كيك. وعندي جوج خمارات من فئه 8 غرام. عندي فانيا من فئه 8 غرام، واللوز مهرمش كركاع، وبيبي الشوكولا اللي متوفر عندكم في الدار بامكانكم تستعملوه. ماشي بالضروره انه ديروا هاد اللوز والكركاع، كاين الوليدات ما كيبغيوهمش ديري اللوز فيلي، المهم اللي عندك متوفر. وعندي الفارين حسب الخليط. ندوزو لطريقه التحضير. انا وريتكم هاد المول راه كيتباع يعني الثمن ديال تقريبا 20 درهم 15 درهم على حسب كل بلاصه شحال كيدير الثمن ديالو. غادي نهرس البيض ونحطو باش غنبدا نخلط فيه. ما كنطربش البيض بزاف، غير شويه. ضفت السكر سنيده وفاني، واحد شويه ديال المليحه، راس المعلقه تقريبا. صافي غنخلط تيندمج ليا داك الخليط بحال كيدوب غير السكر. شفتوا راه مخلطش بزاف، تقريبا واحد دقيقه ونص حتى ل2 دقائق. ضفت الزيت وغادي نضيف الحليب. اللي عنده ياغورت يديرو، اللي ما كيعجبوش الحليب مثلا. صافي غادي نبقى نخلط ونبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. هنا كنت صاوبت بواحد الكيكه قبل ديال الشوكولا، الا بغيتو حتى هي نشاركها معكم راه غنخليها لكم في الاخر ديال الفيديو باش تشوفوها حتى هي. كتجي رائعه وكتجي لذيذه بالنسبه للوليدات اللي كيبغيو الشوكولات. انا درت هنايا الكاس الاولاني، غتهز ليا 3 ديال الكيسان نيشان، يعني هاد الكميه هزت لي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. وغنضيف الثاني ونضيف خماره 16 غرام، يعني 2 خمارات من فئه 8 غرام. صافي غادي نبقى نخلط باش ما يبقاش عندي داك الدقيق مكور ويندمج كلشي مع بعضياتو. هنا غادي نضيف عفوا نضيف الكاس الثالث بالحق تدريجيا، يعني غنبقى نضيف بشويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي انا باغا. هنا بان ليا بانه القوام باقي خصو يضاف، زدت غير شويه باش ما تجيناش ثقيله بزاف. كل ما جات الكيكه ثقيله بزاف ما كتبقاش لنا مده عاوتاني، بحال مثلا الا خليناها 3 ايام في الثلاجه غتولي ناشفه. اما الا درناها غير شويه خفيفه كتبقى كتصبرنا في الثلاجه، ما كتجيش ناشفه. صافي ضفت هنايا هذا اللي بقى لي من الكاس الثالث. صافي غنخلطهم وغادي نجيب المول وغنبقى نفرغ. انا درت غير معلقه، اللي عنده الجيب ديال هذا البوش يدير فيه، اولا مثلا كاين واحد ديال الكيك كيكونوا ديال الكاب كيك كتعمريه وكتبقاي تخويه بشويه بشويه. انا درت غير بمعلقه باش يجيوني داكشي متساوي. ما تعمروهمش بزاف، كل ما عمرتيهم بزاف غيبقاو يفيضوا وغادي فهمتي يبداو يلصقوا في الجناب ديال المول. من الاحسن ما تعمروش بزاف ويكونوا متساويين باش كيجي هاد الكاب كيك يجيو متساويين مع بعضياتهم. شفتوا انايا هنايا كنساويهم وما عمرتش بزاف. شتي شحال خليت ديال الفراغ. صافي غنبدا نضيف اللوز هنايا مهرمش اللي متوفر عندكم في الدار، ماشي بالضروره اللوز مهرمش اولا كركاع، اللي متوفر واللي كيبغيوه وليداتكم ياكلوه. كيجيو ساهلين، ماشي كل نهار تبقى خصك تفكري شنو غتصاوبي. هكا كدير لهم الكوتي ولا هذا. صافي هنا غندخلها للفران، شاعل من الفوق ومن التحت. خدات ليا ربع ساعه ديال الطياب على 180 درجه. هانتوما شفتوا كيفاش جاو عاليين وجاو رائعين، جاو غزالين. صافي الكميه اللي بقات لي في البانيو غادي نفرغها عاوتاني في غادي ندير لهم عاوتاني الكميه اللي بقات ليا باش طيب. وهذه هي النتيجه ديالهم. هانتوما كتشوفوا، شفتي كيجيو رائعين، كيجيو مفشفشين، كيجيو رطبين. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو خفاف.
شفتوا ما كيجوش بحال اللي مدقسين من الداخل، جاو غزالين والوليدات كاملين غادي يحماقوا عليهم. كنتمنى تجربوهم وتخليو لي تعاليق. وخلاص انا نخلي لكم جوج ديال الكيكات، خليو لي في لي كومونتير ان هما اللي تبغيو تشوفوا معايا المره الماجيه. هذه كاينه ديال الشوكولا وكاينه هذه عاديه حتى هي فيها اللوز والكركاع والمكسرات. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.